فاكرين فزورة جد جحا اللي نزلت امبارح؟ ناس كتير قالت فلوس وناس قالت شغل. النهاردة بقى هنسمع الحكاية كاملة ونعرف الحل الحقيقي. اقعدوا معانا دقيقتين واسألوا نفسكم، يا ترى ايه الحاجة اللي بتجري مننا؟ وكان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في قرية مصرية صغيرة وجميلة، بيوتها طين والنيل ماشي جنبها في هدوء، والنخيل واقف يحرس الغيطان. كان عايش في القرية راجل كبير في السن اسمه جد جحا. دقنه بيضة وعيونه دايما فيها ذكاء وابتسامة كأنها شايفة الدنيا كلها. جد جحا ما كانش بيحب الكلام الكتير، بس لما يتكلم الناس كلها تسكت وتسمعه. وكان له حفيد صغير اسمه زين الدين، ولد ذكي وفضولي وبيحب يقعد جنب جده ويسأل على كل حاجة. وفي يوم العصرية جده جحا كان قاعد على المصطبة قدام البيت وزين جنبه، والناس لفة حواليه تشرب شاي وتضحك. وفجأة واحد من كبار البلد قال وهو بيضحك: يا جماعة، عندي فزورة. الناس كلها بصت له وقال: ايه الحاجة اللي كل الناس بتجري وراها ولو استخدمتها غلط تتعب طول عمرك؟ الضحك وقف والتفكير بدأ، وكلهم حواليهم عمالين يبصوا لبعض. واحد قال بسرعة: الفلوس. واحد تاني قال: الشغل. واحد تالت قال: السلطة. وكل واحد كان متأكد إن إجابته صح. زين الدين قرب من جده وهمس في ودنه وقال له: ايه رأيك يا جدو؟ جدو جحا ابتسم وسكت، والسكات ده كان أصعب من أي إجابة. الناس بدأت تتلخبط. واحد قال: هو مفيش إجابة صح. واحد تاني قال: أكيد حاجة محدش واخد باله منها. زين بص لجده وقال بإلحاح: قول بقى يا جدو، فضولنا هيقتلنا. جدو جحا عدل قعدته وبص للنيل وكأنه بيحسب حاجة مش شايفينها. جدو جحا قال بصوت هادي بس وصل لكل اللي قاعدين، قال لهم: الحاجة دي اسمها الوقت. الناس سكتت، ولا صوت ولا حركة. وكمل جدو جحا وقال: وانت صغير تقول لما اكبر، وانت كبير تقول لما افضى، وفجأة تلاقي الوقت جري منك. زين الدين قال بدهشة: يعني الوقت ممكن يضيع يا جدو؟ جده ابتسم وقال له: آه يا زين، الفلوس تروح وتيجي، إنما الوقت لو راح ما بيرجعش. الناس فضلت ساكتة شوية وبعدين التصفيق على. واحد قال: دي أحسن إجابة سمعتها في حياتي. راجل طيب من أهل البلد طلع كيس صغير فيه كتب وأدوات مدرسية وقال: دي الجايزة بتاعة الحكمة. جده جحا بص للكيس وبعدين بص لزين وقال له: يا زين، خدها وديها لمدرسة الأطفال علشان يتعلموا بدري قيمة الوقت والعلم. وزين الدين حضن جده جامد وقال له: وعد يا جدو، هحافظ على وقتي. وجده جحا طبطب على راسه، والشمس كانت بتغيب بهدوء والنيل ماشي في سلام. والحكاية فضلت تتقال من جيل لجيل زي الوقت، يا تحفظه يا يسيبك ويمشي. والوقت أغلى من أي حاجة، والنجاح مش في الكسب بس، النجاح الحقيقي إنك تستغل وقتك وتفيد غيرك. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. لو عجبتكم الحدوتة اعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان تسمعوا حدويت وحكايات وحكم أكتر وأكتر. وكل أصحابكم قولوا لهم علشان يشتركوا ويشوفوا معانا حكايات جديدة كتيرة كتيرة من حدوتة صغنونة.